السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير مزيانين كيف ديما. اليوم ان شاء الله البنات غادي ندير واحد التحليه كتجي زوينه، كتجي كريميه وغنشاركها معكم ان شاء الله. نبداو بسم الله البنات. غادي نحتاج الحليب. هنا غادي نحتاج يطرو ديال الحليب، هنا كما شفتوا البنات غادي نخوي الحليب في الكاسرونه. غادي نحتاج الفلون والدانون وربعة او ثلاثة ديال الفرماجات، ومعلقه كبيره عامره ديال سنيده. هنا البنات الحلاوه على حسب الذوق، اللي كيبغي الحلاوه اكثر كيزيد 2 معالق مثلا. انا درت هنا راه معلقه وافيه يعني كبيره. وغادي نزيد 2 ديال الفلون ديال الكراميل، غادي نزيدهم على الحليب. غادي نضيف الثانيه، صافي البنات. من بعد ما غادي نحرك هاد العناصر مزيان وغادي نضيفهم فوق البوطه، مره نحرك يعني بحال الفلون عاديه، غير تغلى معنا نطفي عليها ونرجع باش نكملوا البقيه. صافي البنات كما قلت لكم دابا غنديها فوق البوطه ونرجع معكم نشوفوا البقيه. صافي البنات هنا من بعد ما فاض لي هذاك الخليط خليته شويه فوق خليته شويه زعما شويه هي برد شويه. هنا البنات غادي نديرو فاش غادي نطحنو مونينيكس. وغادي نزيد عليه دانون ديال الفاني او البنان، ونزيد 3 الفرماجات، وغادي نزيد باكيه ديال يعني اي كاطو نتوما يعني من الاحسن ديروا ديال كوكيز. وغادي نطحنهم. هنا غادي نضيف دوك 3 الفرماجات. صافي البنات وهنا غادي نضيف داك الكوكيز. نقولكم تضيفوا اي كاطو بغيتو. صافي وغادي نطحن. انا البنات غادي نطحنو ونرجع معاكم عاوتاني. يعني غادي نكبو في داك الكويسات وندخلو يبرد. البنات هنا من بعد ما طحنتو صافي هنايا غادي نخوي في الكيسان على هذا الشكل. وغادي نبقى مستمرة نعمر دوك الكيسان اللي عندي، وغادي نديروها البنات في الثلاجه ونرجع معكم نشوفوا الشكل النهائي. صافي البنات هنا من بعد ما شدوا راسهم مزيان في الثلاجه انا زينتهم شويه الشوكولاط. نتوما تزيين اختياري اللي بغيتو. كيجيو على هذا الشكل، كيجي قوام كريمي. نتوما شوفوا البنات كيف شفتوا. نتمنى البنات يعجبكم الوصفه شاركت معكم اليوم كيف ديما، وشكرا على المتابعه. ان شاء الله نتلاقاو في وصفه واحده اخرى
بسلامة البنات.